وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان من حديث أبي الدرداء، وجاء عند غيره من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين، لا كثرهم الله، لا كثرهم الله سبحانه وتعالى. هناك دعاة على أبواب جهنم، هناك دعاة على أبواب جهنم، هؤلاء هم الأئمة المضلين الذين حذرك منهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا لله ما أكثرهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم أهل البدع، هم أهل البدع، لا كثرهم الله، فيظهرون للناس الخير وهم يريدون لهم الشر، يدعون الناس بأقوالهم ويسحبونهم إلى جهنم بأفعالهم. نعم عباد الله، ألا فاحذروا منهم، ألا فاحذروا منهم، فكثير منهم لا يعلمهم إلا من تبحر في العلم، إلا من طلب العلم النافع. عرف الدعاة المضلين الذين يدعون الناس إلى أنفسهم، أو يدعونهم إلى أحزابهم، أو يدعونهم إلى فلان وفلان، أو إلى مشايخهم وأئمتهم، أو يدعونهم إلى البدع والخرافات. هؤلاء أخطر على الأمة الإسلامية، أخطر على الأمة الإسلامية من جميع الطواعين، لأنهم يدعون الناس بألسنتهم ويدفونهم إلى جهنم بأفعالهم، فتجدهم لا يتكلمون عما يضرهم ولا عما يسيء إلى عملهم، فلا يتكلمون على السحرة، ولا مرة من المرات تجدهم يحذرون من السحرة أو يبينون عوارهم أو يظهرون للناس خطر السحر، لا، وإنما جل كلامهم في الزنا واللواط وغير ذلك، وتلك من الكبائر العظام عياذا بالله. لكن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والسحرة من أعظم ما يدعو به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. فهات محاضرة أو خطبة واحدة عند بعض الدعاة عن السحر والسحرة، يخشى أن يكون منهم، يخشى أن يكون أولهم، يخشى أن يكون كبيرهم، والعياذ بالله. فتفطنوا يا رعاكم الله، ولا تغتر بالعمائم، لا تغتر بالعمائم ولا بالثياب البيض حتى تنظر كيف هم مع سنة محمد صلى الله عليه وسلم.